بعد الحرب يلي بتصير مع ايلون ماسك صاحب شركة تويتر وصاحب شركة تسلا ومارك صاحب فيسبوك وانستغرام، بعد التطبيق يلي انشأه مارك يلي اسمه ثريدز. اكيد كلكم عرفتوا التطبيق المشابه لتويتر، ومارك عمل هيك تطبيق عشان يصير اقوى من تويتر، والتطبيق صار عليه مستخدمين كثير. ولكن بعد فترة التفاعل عليه رجع مات، بس حاليا ايلون ماسك غير اسم التطبيق وتويتر صار اسمه اكس. في البداية ايلون ماسك كان بيحكي انه التطبيق راح يتغير اسمه، ولكن الناس ما توقعت بهاي السرعة راح يتغير اسم التطبيق. ولكن بعد ايام وفجأة الكل تفاجأ بتغيير اسم تويتر لاكس، وبروفايل ايلون ماسك صار بشعار اكس، وعلامة التوثيق في تويتر صارت اكس. وايلون ماسك نشر في تويتر او اكس رابط بيحكي انه بمجرد انك تضغط على الرابط يلي هو x.com بتروح على موقع تويتر عشان تسجل دخول في حسابك على تويتر. يعني موقع x.com اشتراه ايلون ماسك في سنة 1999، ولكن شركة بايبال استحوذوا على الشركة، وبعدها رجع ايلون ماسك واشتراه 2017. ولما ايلون ماسك اشترى تويتر صار يحكي انه راح يكون في تطبيق اسمه اكس ويجمع كل اشي بمكان واحد، وحاليا بنشوف تطبيق اكس وتحول تويتر. ممكن يكون كلام ماسك صحيح ونشوف التطبيق يجمع كل اشي. يعني تطبيق اكس ممكن يكون فيه مكالمات ورسائل ومتجر والعاب وعملات رقميه وبثوث مباشره وكثير اشياء. ايلون ماسك من زمان بيحلم يسوي تطبيق يجمع كل اشي، وانتم عارفين الشخص هذا مجنون. وصراحه بحس بعد الخطوه الكبيره هاي يلي شفناها تغيرت فجاه وتويتر اختفى، فصراحه ممكن نشوف تطبيق اكس بيجمع كل اشي في خلال ايام قادمه. ايلون ماسك ممكن ما عمل هيك اشي عشان مارك عمل تطبيق ثريدز. ماسك بيحكي من زمان انه بده يسوي تطبيق لكل اشي. ممكن ماسك يكون استعجل في التطبيق عشان ثريدز ما يسيطر اكثر. يلي شفناه لما نزل ثريدز كثير ناس ادمنت التطبيق، وتويتر نزل عدد المستخدمين فيه، فممكن يكون هذا السبب لتسرع ماسك بالتطبيق. وما ننسى انه ماسك ومارك عندهم حلبة ملاكمة ضد بعض، لما ماسك طلب من مارك يتحداه ومارك وافق على التحدي وصاروا يتدربوا على المباراة، ولكن لحد الان ما شفنا اي اشي. ممكن تكون حلبة الملاكمة قريبة والاثنين هذول مجانين، وانا حكيت عن فيديو الملاكمة اللي بدها تصير بينهم، راح اترك لكم الرابط في الوصف. وهيك بكون وصلت لنهاية فيديو اليوم. اعطيني رأيك بموضوع تويتر او اكس الجديد، وهل ممكن نشوف ماسك ضد مارك في حلبة ملاكمة؟ لا تنسى اللايك والاشتراك. كان معاكم الباشا، سلام.